الجميل بالموضوع أن اجتماعنا هذا هو الذكرى السنوية للشيخ رحمة الله عليه الشيخ مهند الخفاجي، أن هذا الرجل كان شخصيته قد احتوت على هذين الأمرين اللي هو الإيمان والتقوى. الشيء اللي الله وفقه سبحانه وتعالى وختم عاقبته بالحسنى، انه الشيء اللي وفقه اللي هو شنو؟ الايمان بالله سبحانه وتعالى، ثم التقوى، وثالثا العمل الصالح. فانت لما يعني اغلبكم عاشر الشيخ رحمه الله عليه ان كان حياته معطاة للدين والمذهب ومذهب امير المؤمنين، مروا بواي مضايقات، هواي معاناة مر بيها، ويمكن أغلبكم تعرفوه أكيد يعني رحمة الله عليه. مر بمعاناة معيشية وإلى غير ذلك ونفسية. زمن الهدام عليه اللعنة في بداية مرجعية سيد الشهيد كان قد واكب سيد محمد الصدر. طبعا للمعلومة هذا يكون واقع أن سيد محمد الصدر ذاك الزمان سيد محمد الصدر مو أي واحد يدنا له، صحيح مو صح؟ مو أي واحد يدنا له، لأنه على بابه مشنقة. أي واحد يدنا له، أي واحد يتقرب له، أي واحد كذا يعرض نفسه إلى الخطر، إلى الموت. مو له واقع هذا ولا لا؟ لأنه كان الأجهزة الأمنية في ذلك الزمان خالين سيد محمد الصدر أعلى الله مقامه وين؟ في المراقبة الشديدة المكثفة. أي واحد يلتقي به، أي واحد يجي، أي واحد كذا، مدري شلون، فيعرض نفسه للمساءلة، للسجن، للموت إلى غير ذلك. بينما جملة من الطلبة المعممين من عتم الشيخ رحمة الله عليه كان شنو؟ كان قدم نفسه ويعلم بذلك، صح ولا مو صح؟ قدم نفسه ضحية، قدم نفسه مشروع، قدم نفسه استشهاد. لأجل ماذا؟ لأجل تلك المقدمات اللي قدمها سيد محمد الصدر على الله مقامه في إثبات دين الله والدفاع عن مذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وواكب الشيخ رحمة الله عليه، واكب سيد محمد الصدر في وقت زمن من الأزمنة، حتى كان هو يعني على ما أعلم أنه كان وكيل لسيد الشهيد. بعد ذلك ما اكتفى البعض، خلينا نكون واقعيين اليوم، أنا لازم أتكلم هذا الكلام، مو صحيح ولا لا؟ البعض من الناس واكبوا سيد محمد الصدر فترة من الزمن، لكن لما غمضت عيون سيد محمد الصدر وصار جو التراب كل شيء انتهى، كل شيء انتهى. ويا محمد الصدر هاي راحوا، كل واحد شقاله شق، صح؟ كل واحد أخذ له شنو؟ طريق. هذا واقع، مو لا؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولو هي هاي لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، لكن هذا مثال. شوفوا الانقلاب، كما أن الانقلاب الذي حصل في زمن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وانقلبت الموازين وانقلبت الأمة إلى ما لا يحمد عقباه، كذلك انقلبت الموازين وانقلبت الأمة الصدرية في زمان سيد محمد الصدر لما قتل. كل واحد خذاله شق، كل واحد خذاله طريق، ولا كأن محمد الصدر على الله مقامه أسس هذا الطريق وهذا الخط وانطى دماءه ودماء أولاده ووجوده وتضحياته وعلمه وإلى غير ذلك. هذا كله النسب، صح لو أنا غلطان؟ زين. فلما استشهد سيد محمد الصدر، الشيخ رحمة الله عليه وباقي المشايخ وباقي الأخوة المجاهدين شنو تركوا الطريق؟ لا، أخذوا على عاتقهم الدفاع عن هذا الخط، وبقوا مع وريث آل الصدر الذي هو السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله بعزه. تركوه، خلوه يواجه الاحتلال وحده. طبعا اكو بيهم تركوه، ما لهم علاقه به، لان هم يدورون المناصب يدورون الدنيا. لكن اللي شنو قلبه محروق للمذهب بقوا
دافعوا ساندوا بكل ما تحمل من كلمة، مو بالعسكرة، بالعلم، بالصلاة الجمعة، بالمثابرة، بالدروس إلى غير ذلك، بشتى الأنواع المقاومة قاوموا، كانوا ولا زالوا الجملة جملة من الكبير إن شاء الله تعالى من الذين ساندوا هذا القائد. وختمها الشيخ رحمة الله عليه أنا وشنو؟ بقاء على هذا الخط الشريف المبارك المدافع عن مذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا العمل المبارك وهذه التضحيات ايش تتصور يعني؟ ايش تتصور؟ يعني الله سبحانه وتعالى يضيع أجر العاملين؟ يضيع أجر المحسنين؟ مستحيل أن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجر العاملين، أجر المجاهدين، أجر الخوشوادم ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. بعد الشيء الآخر حتى أختم بشخصية الشيخ رحمة الله عليه، أنه كان خادم للحسين وزائر للحسين، وهذا فيه رواية، اللي يخدم الحسين واللي يزور الحسين والمتصل بالحسين آخرته إلى الحسنى. شلون؟ في رواية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال، هذا الراوي ينقل هاي الرواية حتى أختم، ما عندي شيء ولا طولت عليكم أنا آسف أعتذر. في هذه الرواية ينقل محمد بن مسلم يقول قال أبي جعفر، هاي علما لزائر الحسين ومتعلق بالحسين وحتى خادم الحسين ومن تعلقت روحه وأنفاسه بالحسين، قال من زار الحسين تشوقا، وياي اللي يزور الحسين تشوقا شو يعطيه الله سبحانه وتعالى؟ قال أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر 1000 حجة متقبلة. هاي أولا اسمع، بعد وأعطاه الله 1000 عمرة مبرورة، وأعطاه الله أجر 1000 صائم، وأعطاه الله أجر 1000 صدقة متقبلة أو مقبولة. بعد قال وإذا مات في سنته، يعني في سنته زار الحسين ومات، زار الحسين كان زائرا للحسين ومات في سنته، شو يعطي الله سبحانه وتعالى؟ قال حضرته ملائكة الرحمة. الله